أو خبر عاجل. خبر عاجل: معسكر الأمن المركزي بالأحراش في مدينة رفح، والذي تم تهريب جنود الأمن المركزي منه بالأمس، والذي عسكرت به قوات الجيش، تم إطلاق النار عليه من قبل مسلحين، وتم إصابة أحد المهاجمين وأمسك به الأهالي الشرفاء، وتم تسليمه للجيش، وقد تبين أنه نقيب بقوات فتح. وبتفتيش بيته عثر على منصة إطلاق صواريخ، ومبلغ من المال يقدر 42,000 دولار، حتى يعلم الجميع من يريد الخراب بمصر. مرة أخرى هذا الخبر العاجل: معسكر الأمن المركزي بأحراش في مدينة رفح، والذي تم تهريب جنود الأمن المركزي منه بالأمس، والذي عسكرت به قوات الجيش، تم إطلاق نار عليه من قبل مسلحين، وتم إصابة أحد المهاجمين وأمسك به الأهالي الشرفاء، وتم تسليمه للجيش، وقد تبين أنه نقيب بقوات حركة فتح. وبتفتيش بيته عثر على منصة إطلاق صواريخ ومبلغ 42,000 دولار، حتى يعلم الجميع من يريد الخراب بمصر.